حبايبي حلوين، صف الأول ابتدائي والصف التاني الابتدائي، يا رب تكونوا بخير وسنة دراسية سعيدة على الجميع بإذن الله. تعالوا مع بعض النهاردة نشوف حاجة كده من ضمن الأساسيات اللي مينفعش ندخل المنهج واحنا مش واخدينها. اتفاجئت بجد لما لقيت ان انا نزلت شيت عندي على البيج على الفيسبوك، ولقيت ان في ولاد كتير مش عارفين يعني ايه وانس ويعني ايه تنس. طبعا ده استحالة ينفع ندخل واحنا بالشكل ده. فتعالوا مع بعض ناخد حتة كده تأسيس بسيطة مع بعض تهيئنا للي جاي، سواء جريد 1 سواء جريد 2. تعالوا مع بعض نشوف كده. خلينا متفقين ان اي نمبرز في الدنيا بيعيش في بيت زيه زي البني ادم، زيه زي الانسان. يعني وليكن النمبر ده كده بيعيش في بيت. يعني ايه بيعيش في بيت يا مس نور؟ يعني عنده بيت عايش فيه. البيت اللي عايش فيه اي نمبر واقف لوحده هو عايش في بيت اسمه الوانس. كلمة وانس بتنكتب كده، نفس كلمة 1 ونحط لها اس، وممكن اعمل 1 واحط له اس صغيرة. تمام. طيب لو يبقى اي نمبر واقف لوحده هو في بيت الوانس. طيب لو قلت لك ان النمبر بقى بالشكل ده، بقوا 2 نمبرز جنب بعض، اللي الناحية دي ثابت ما بيتغيرش بيت الوانس، واللي الناحية دي بيت اسمه التنس. بيت الوانس اتفقنا ان كلمة وانس بتتكتب كده. طب وبيت التنس، كلمة تنس بتتكتب نفس كلمة تن اللي احنا واخدينها بس بنحط لها اس، وممكن اعمل تن كده واحط لها اس صغيرة. دي كده تنس ودي كده وانس. هو ينفع يا مس يتغير مكانهم؟ لا ما ينفعش، ده ثابت معايا، ده بيت الوانس وده بيت التنس. طيب تمام. اعمل ايه بقى دلوقتي يا مس نور؟ ايه الاسئله اللي ممكن تجيني على الجزئيه دي؟ وليه بتعرفيني الكلام ده؟ بعرفك الكلام ده عشان بعد كده لما يجي مثلا في الاديشن او السبتراكشن اقول لك تعالى ناخد وانس مع وانس، تبقى عارف فين بيت الوانس اصلا. تمام. لما انا اقول لك هاخد تنس مع تنس تبقى عارف فين بيت التنس اصلا. تمام. تعالوا بقى كده نبص ايه الاسئله اللي ممكن تجيني على الجزئيه دي. بيجي يسالني عن حاجه اسمها الفاليو، وحاجه اسمها البليز فاليو. ايه ده بقى؟ انا مش فاهم حاجة. لا تعالى افهمك بقى، ركز معايا. بص بقى، كلمة الفاليو دي يعني بكام. بيسألك بكام، كأني بالظبط كده في حاجة عجبتني فبسأل عنها بكام. لما يجي يقولك الفاليو للسري في النمبر ده مثلا ايكوال كام، يبقى انت عارف انه بيسألك السري بكام، يعني السري تخرج بكام. تعالوا نتفق اتفاق، اي نمبر عايش في بيت الوانس بيبقى بيخرج زي ما هو. اي نمبر عايش في بيت الوانس بيخرج زي ما هو. بيت الوانس ده بيت غلبان فقير مش معاه فلوس خالص. اي نمبر بيجي يخرج منه بيقوله لا اخرج زي ما انت، مفيش اي حاجه هديها لك وانت خارج. يعني السري دي الفاليو ليها تبقى بسري زي ما هي. يبقى احنا كده اتفقنا اتفاق ان اي نمبر عايش في بيت الوانس بيخرج زي ما هو، واي نمبر مكتوب جنبه كلمه وانس بيخرج زي ما هو. لو قلت لك ال1 مليون في الوانس بكام هتقولي ب1 مليون. تمام. لو قلت لك البن ده او القلم ده في الوانس بكام هتقولي بالقلم نفسه. اوكي. طيب يبقى كلمة الفاليو انا كده عرفتها معناها بكام، بيقول لي النمبر بيخرج بكام. طب لو قال لي بقى الفاليو لنمبر 2 اللي قدامي ده، الفاليو يجي يسألك كده لل2 ايكوال كام. الاسئله دي مكمله معاكم لحد جريد 4، خلي بالكم. تمام. وجريد 5 كمان. فدي من اول جريد 1 لحد جريد 5 اساسي معاك، لازم تبقى عارف الاساسيات دي. الفاليو لل2 بقى فين النمبر اهو 23. هي ال2 قاعده في بيت مين؟ احنا اتفقنا ان الناحيه دي بيت التنس، ال2 قاعده في بيت التنس. تعالوا نتفق اتفاق كمان من ضمن الحدوته الحلوه اللي انا قلتها لكم، ان اي نمبر عايش في بيت الوانس بيخرج زي ما هو. اي نمبر بقى عايش في بيت التنس، بيت التنس ده بيت غني شويه، قالك اي نمبر يخرج مني هخرجه معاه 0 هديه. يعني التو تخرج معاها 0 هديه. الزيرو احطه هنا يا مس؟ لا احطه هنا. ايه هنا؟ نو فاليو للزيرو، ملوش قيمه، احطه هنا. تمام كده. يبقى 20. يبقى اي نمبر عايش في بيت التنس بيخرج معاه 0 هديه، الفاليو بتاعه. طب واي نمبر عايش في بيت الوانس بيخرج زي ما هو. يبقى انا كده جبت الفاليو. يبقى كلمة الفاليو بيقول لي النمبر بيخرج بكام. طيب ايه بقى يا مس نور الكلمة اللي انت كتبتها لي البليس فاليو دي؟ البليس فاليو بيسألك عن النمبر عايش فين. كلمة بليس يعني مكان،
لما تاخدها كده في الانجليش هتعرف ان هي يعني مكان. طيب تمام. وبعدين بدل مكان يبقى بيسألك بيته فين او بيته اسمه ايه، بيته اللي عايش فيه اسمه ايه. انا لسه قايله لك حالا لو قالك البليز فاليو للسري، اطلع بص على السري في النمبر، هو بيديك النمبر فوق كده وبيديك الاسئله عليه. السري عايش في بيت مين؟ اهو احنا قلنا للناحيه دي ثابت معايا بيت الوانس، يبقى السري هنا في بيت الوانس وهو بيسألني عن هي عايشه فين. كلمه بليز فاليو يعني عايشه فين، يبقى اكتب له كلمه وانس. تمام. طيب لو قال لي بقى البليز فاليو للتو، هطلع ابص على التو، هي عايشه في بيت مين؟ انا مس قالت لي ان اللي عايش الناحيه دي بيت التنس، يبقى التو عايشه في بيت التنس وهو بيسالني البليز فاليو يعني مكانها فين، يبقى هقول له تنس. هكتب له تنس. ممكن اكتب تنس كده وممكن اكتبها له كده، والوانس نفس الفكره ممكن اكتب وانس كده، بس الافضل خليها كده عشان ساعات الولاد ما بيكتبوا الارقام مش موضحه. اوكي، يبقى انا كده اخدت الفاليو والبليز فاليو وعرفت ايه الفرق بينهم. كلمه فاليو بس لوحدها بيسالك النمبر بيخرج بكام، عليك تبص هو قاعد في بيت مين وتشوف قصته ايه من الحدوته اللي انا حكيتها لك. لو في بيت الوانس هيخرج زي ما هو، لو في بيت التنس هيخرج معاه 0 هديه. طيب كلمه البليز فاليو اتفقنا معناها بيسالني عن النمبر عايش في بيت اسمه ايه. بليس يعني مكان، فانت خليها مربوطه في دماغك كده بعنوان. عنوان النمبر ايه؟ عنوان بيته اسمه ايه؟ لو هو الناحية دي والله هيبقى وانس، لو هو الناحية دي والله هيبقى تنس. ليه؟ علشان خلاص انا عارف اماكنهم. هي ينفع الاماكن تتغير يا مس؟ لا طبعا ما ينفعش. يعني اساسي معايا هنا لو انا عكست دول، لو انا خليت السري هنا والتو هنا، مش عشان التو كانت في بيت التنس تبقى هنا تنس، لا طبعا. بدل جت الناحية دي يبقى ده بيت الوانس، بدل دي جت الناحية دي يبقى جت في بيت التنس. واتفقنا ان بيت الوانس بيت فقير مش معاه فلوس، اي نمبر بيخرج منه بيخرج زي ما هو. واتفقنا ان بيت التنس معاه 0 هديه للي بيخرج منه. لما باجي اجيب الفاليو اللي كلمه الفاليو يعني بكام، فالنمبر لما بيجي يخرج بياخد 0 هديه معاه. تمام. يعني هنا لو سالني التو الفاليو للتو، احنا قلنا كلمه فاليو للتو بس، كلمه فاليو جت لوحدها يعني بيسالني التو تخرج بكام، هقول له ب2. طب لو قال لي البليز فاليو للتو، هقول له once. كلمة بليز فاليو يعني بيسألني عنوانها ايه، قاعدة في بيت اسمه ايه. تمام. طب لو قال لي الفاليو للسيري، كلمة فاليو بس يعني بيقول لي بتخرج بكام، والله السيري دي قاعدة في بيت التنس والمس قالت اللي قاعد في بيت التنس بيخرج معاه 0 هدية تبقى 30. طب لو قال لي البليز فاليو للسيري، كلمة البليز فاليو معناها ان النمبر عايش في بيت اسمه ايه، هو قاعد في بيت التنس. بس كده. دي كده اساسيات لازم الولاد يكونوا عارفينها، سواء جريد 1 سواء جريد 2، عشان مكمله معاهم ان شاء الله بافكار ممتده عن كده شويه. اوكي، اتمنى تكون الفيديو عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان الصفحه تكبر بيكم ويوصل لاكبر عدد من الولاد. مع السلامه وباي باي.